ازاي تشتغل في اغنى دولة في العالم؟ دولة بتاخد فيها الجنسية بعد 5 سنين إقامة، وجواز سفرها واحد من الأقوى في العالم. ومعدل دخل المواطن 150 ألف دولار في السنة. ما بين كل 6 أشخاص من الشعب فيهم واحد مليونير. المواصلات العامة هنا ببلاش ولكل الناس حتى السياح. أهلا بيكم في لوكسمبورغ، دولة صغيرة بين ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، بيتكلموا 3 لغات رسمية، فرنساوي وألماني ولوكسمبورجي. لكن ازاي تسافرها وتشتغل فيها؟ أكتر الوظائف المطلوبة هنا هي البنوك والمحاسبة، السوفت وير والبرمجة، وكمان الميكانيكا، ده غير عمال البناء والحرف والدكاترة والممرضين وفرص تانية كتير. لكن كل الناس بتسأل، هل سهل انك تلاقي شغل في لوكسمبورغ؟ الحقيقة أولا لوكسمبورغ دولة من دول الشنجن، فأغلبية اللي بيشتغلوا هنا بيكونوا من دول الاتحاد الأوروبي، وكمان بنسبة كبيرة تحتاج انك تكون بتتكلم لغة من لغات البلد الرسمية. أما بقى لو انت من دولة عربية وعايز تشتغل هنا، فلازم تكون فعلا مميز في مجالك، يعني تبقى حاجة نادرة جدا في المجال بتاعك، ومهارتك عالية جدا عشان الشركات توافق تجيبك من بره. هسيب لك في الكابشن اسامي المواقع اللي ممكن تقدم فيها على شغل في لوكسمبورغ، وما تنساش تعمل فولو لو عايز تعرف معلومات اكتر عن لوكسمبورغ.